كتير من الناس بتحلم تعيش في كندا ويفتحوا صفحة جديدة يوفروا مستقبل أحسن لأولادهم. بس أول سؤال بيجي في بالهم أهاجر إزاي؟ بيلاقوا الموضوع معقد، أوراق، شروط، فلوس، ويجوا في الآخر يقولوا خلاص مش هينفع. لكن اللي ناس كتير ما تعرفوش إن الدراسة في كندا ممكن تكون أسهل باب للهجرة والاستقرار. تخيل إنك تيجي تدرس هنا وبعدين تلاقي نفسك فتحت باب لشغل وإقامة دايمة وبعد كده الجنسية الكندية. النهاردة هحكي لكم الموضوع ده خطوة بخطوة من أول القبول في الجامعة لحد ما تبقى مقيم دائم هنا إن شاء الله. خليك معايا للآخر لأن اللي هقوله ممكن يغير حياتك. الدراسة هنا مش مجرد شهادة، كندا هنا عندها جامعات ومعاهد معتمدة من أقوى المؤسسات التعليمية في العالم. لكن الأهم إن بعد ما تخلص دراستك بيبقى عندك حاجة اسمها PGWP. What does this mean? Post Graduation Work Permit، يعني مسموح لك تشتغل بشكل قانوني بعد التخرج نفس مدة دراستك. درست سنتين هتاخد تصريح عمل سنتين أو أكتر، وده معناه إنك بتدخل سوق العمل الكندي وتجمع خبرة كندية. والخبرة الكندية دي شرط من أهم الشروط في البيرمنت ريزيدنسي. ببساطة الطالب اللي بيخلص دراسته هنا وبيشتغل فرصته في الإقامة والجنسية بتكون أعلى بكتير من أي حد بيقدم من بره. أول حاجة شهادة ثانوية أو جامعة على حسب البرنامج اللي أنت هتقدم له. تاني حاجة لازم تجيب قبول رسمي من جامعة أو معهد معتمد Letter of Acceptance. تالت حاجة إثبات لغة زي الآيلتس أو تويفل. ورابع حاجة إثبات القدرة المالية، لازم تثبت إنك قادر تدفع مصاريف السنة الأولى دراسة زائد معيشة. أنا شخصيا لما جيت هنا من زمان كنت فاكر إن الموضوع عشوائي، بس اكتشفت إن أهم حاجة إنك تختار البرنامج الصح والجامعة الصح المعتمد أو المعهد المعتمد، لأن ده هو اللي بيحدد فرصك بعدين في الشغل والإقامة. خلينا نتكلم بصراحة، الموضوع مش رخيص. Expensive. المصاريف الدراسية بتكون من 10,000 لحد 20,000 دولار كندي في السنة، وده بيختلف على حسب الجامعة أو البرنامج. المعيشة بتكون حوالي من 10,000 ل 15,000 دولار كندي في السنة، أكل، سكن، مواصلات. طبعا المدن الكبيرة زي تورونتو أو فانكوفر بتكون غالية أكتر، إنما لو رحت مدينة صغيرة مش بس هتكون أوفر معاك، لكن كمان المنافسة على الشغل بعد التخرج هتكون أقل. أنا عارف طلبة جم درسوا في مدن صغيرة زي وينيبيج أو هاليفاكس ولقي شغل أسرع من الناس اللي كانوا عايشين في تورونتو، مع إن المرتبات أقل شوية، بس في الآخر فتحوا لنفسهم باب أسرع للهجرة. لو درست سنتين أو أكتر بتاخد نفس مدة دراستك، بتشتغل سنة كاملة هنا وبعدها تقدر تقدم على الهجرة الدائمة. وعندك هنا طريقتين، أول طريقة وهي الإكسبريس إنتري اللي هو النظام الفيدرالي. تاني طريقة ال PNP أو ال Provincial Nominee Programs. يعني الشهادة الكندية مش مجرد ورقة، هي طريقة تانية للهجرة. طيب إيه هي الخطوات اللي تعملها لو عاوز تبدأ؟ أول حاجة بتختار البرنامج والجامعة المناسبة وتقدم عليهم. تجهز أوراقك، شهادات، امتحان لغة، وكشف حساب بنكي. بتقدم على فيزة الدراسة بعد كده، وبعد ما بيتوافق عليها بتبدأ رحلتك من هنا. ولو وصلتوا معايا للنقطة دي في الفيديو يبقى الموضوع مهم ليك. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وكمان شارك الفيديو مع أي حد بيفكر يدرس أو يهاجر لكندا، لأن ده هيكون سبب يساعده إنه ياخد قرار مصيري. أنا عايش في كندا بقالي سنين وبشوف بنفسي الطلبة اللي بيجوا كل يوم، وفي واحد أعرفه طالب عربي جه يدرس برنامج سنتين وبعد التخرج اشتغل في شغلة بسيطة في الأول وبعدها لقي وظيفة كويسة وجمع سنين خبرة كندية وقدم على الPR بعد كده، وبعد 3 سنين خد الجنسية. القصة مش استثنائية، ناس كتير بتعمل كده والموضوع محتاج صبر وتخطيط، بس الطريق مفتوح. الخلاصة، الهجرة لكندا مش مستحيلة، الدراسة ممكن تكون أسهل باب وأسرع طريق، بس محتاجة استعداد وتخطيط. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشيروه لاصحابكم علشان يوصل لناس اكتر، واكتبوا لي في التعليقات تحت ايه اكتر حاجه عاوزين تعرفوها عن الدراسه او الهجره لكندا. انا هنا علشان اشارككم الحقيقه والتجربه واخلي طريقكم اسهل، واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعيه.